شبان اسبانيا والاولمبي الاسباني والمنتخب الاول. الدلاله على ذلك ممكن الجول الاول، الجول الاول كريم بنزيما يسجل الهدف الاول لمصلحه ريال مدريد. اذا عند الدقيقة 13 صمد مويا وصمد مدافعي فريق ختافي، ولكن الآن مباشرة كريم بنزيما يملك خبرة طيبة، يملك تجربة جيدة، ولكن ليس على مستوى الفريق الأول لريال مدريد. لم يلعب معه الكثير من المباريات. هذا هجوم دي ماريا يخترق ويضع الكرة هناك. الهدف الأول بنزيما بالتخصص يسجل في مرمى ليفانتي. بنزيما دائما يسجل في مباريات الكأس، سجل ثلاثية مثله مثل كريستيانو رونالدو، وهذه المرة يحصل على الفرصة ويسجل ثالث أهدافه هذا الموسم، ولحسن حظه دائما في مرمى ليفانتي. الهدف الأول للريال في بداية الدقيقة السابعة. إذا بنزيما يفتح باب التسجيل، يشترك دي ماريا. كرة ممتازة موجود السلة الهائلة ممتازة لبنزيما. الضربة الركنية أقرب لا أمام المرمى، الضربة كانت الحظ. جول التعادل لريال مدريد. ريال مدريد بعد الضربة اللي حدثت الآن أمام برشلونة، كريم بنزيما في الكلاسيكو السادس يسجل هدفه الشخصي.